إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة. قصص من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم نتابع وصف هند بن أبي هالة التميمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا له. وقد قدمنا طرفا من هذا الحديث الشريف في حلقة سابقة. في حلقة اليوم مع هند بن أبي هالة ووصفه لذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنكبيه وقدميه ومشيته صلوات الله وتسليماته عليه. يقول هند: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين. والزندين العظمان اللذان يليان الكف من الذراع. رحب الراحة، والراحة هي الكف، ورحبها سعتها وهو دليل الجود، كما أن ضيقها وصغرها دليل البخل. سبط القصب، شكل الكفين والقدمين. والشكل الغليظ الأطراف والأصابع، وكونها سائلة أي ليست بمنعقدة ولا متجعدة، فهي مع غلظها سهلة سبطة. والقصب جمع القصبة، وهي كل عظم أجوف. سبط القصب شكل الكفين والقدمين. سائل الأطراف، خمصان الأخمصين. والأخمص من القدم الموضع الذي لا يصل إلى الأرض منها عند الوطء. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، أي أن ظاهرهما ممسوح غير منعقد، فإذا صب عليهما الماء مر سريعا لملاستهما فينبو عنهما الماء ولا يقف. إذا زال قلعا، يخطو تكفؤا. وقد جاءت صفته في حديث آخر: إذا مشى تقلع، أراد به قوة مشيه، وأنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطوه، فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به. يخطو تكفؤا ويمشي هونا، والتكفؤ تمايل الماشي إلى قدام، والهون المشي في رفق ولين غير مختال ولا معجب. ذريع المشية إذا مشى. والذريع السريع، أي أنه كان واسع الخطو فيسرع مشيه. ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، والصبب الموضع المنحدر من الأرض، وذلك دليل على سرعة مشيه، لأن المنحدر لا يكاد يثبت في مشيه. وإذا التفت
التفت جميعا، أي لم يكن يلوي عنقه ورأسه إذا أراد أن يلتفت إلى ورائه. وإذا التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. والطرف هو العين، وخفض الطرف ضد رفعه وهو الغض منه والإطراق، وجل الشيء معظمه وأكثره. والملاحظة أن ينظر الرجل بلحظ عينه وهو شقها الذي يلي الصدغ والأذن، ولا يحدق إلى الشيء تحديقا. ونظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء تفسير لخفض الطرف والملاحظة. خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، ويسوق أصحابه أي يقدمهم أمامه ويمشي وراءهم. قلت صف لي منطقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة. وتواصل أحزانه ودوام فكره وعدم راحته لاهتمامه بأمر الدين والقيام بما بعث به وكلف تبليغه، ولخوفه من أمور الآخرة. يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصلا لا فضول ولا تقصير. والفضول من الكلام ما زاد عن الحاجة وفضل عنها. دمثا ليس بالجافي والعظيم، والدمث السهل اللين الخلق، والجافي هو المعرض المتباعد عن الناس، واليهين من الإهانة والإذلال والاضطراح، أي لا يهين أحدا من أصحابه أو من الناس. يعلم النعمة ويدقق ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تعظمه الدنيا ولا ما كان منها. فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد، ولم يكن يظهر به شيء حتى ينتصر له، لا يرضى لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اقتصر بها، فيضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى. فإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، أي يكشف عند التبسم عن أسراره من غير قهقهة. والغمام هو السحاب، وحبه هو المرض. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الهدى والتقى والعفاف. أيها الأخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة إن شاء الله مع وصف الوصفين للصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة
برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل.